أهلا بيكم متابعينا الكرام في قصة وحكاية جديدة. قصص حقيقية أبطالها رجال ونساء، بحكيها لكم وبشاركها معاكم علشان تعم العبرة والعظة. لو عندكم مشكلة وحابين تشاركوها معايا، أرجو التواصل على الفيسبوك الموجود في القناة. ولو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. ونبدأ حكاية النهاردة. عمري ما كنت أتصور إن الظروف ممكن تغصب عليا إن أنا أبقى إنسانة ساقطة بالمعنى ده وفيها كل الشر ده. أيوة، أنا النهاردة هشتغل الشغلانة الزفت دي، وأول شرط المدام فيفي في الشغل إني أطيع الأوامر وأنفذ كل اللي تطلبه مني. النهاردة مدام فيفي قالت لي إني لازم ألبس وأتظبط على سنجة 10 عشان هبدأ الشغل، وأنا لازم أسمع كلام مدام فيفي وأنفذه كمان. أصلها أول مرة ليا في الشغل مع مدام فيفي، وأول مرة ليا في الشغلانة دي أصلا. طبعا زمانكم بتقولولي طب ليه يا بنتي بتعملي في نفسك كده وتقبلي على نفسك. هقولكم ما تحكموش عليا غير لما تسمعوا حكايتي. أنا دلوقتي في التاكسي ويدوب أحكيلكم اللي فات من حياتي لغاية ما أوصل. أنا ندى، عندي 25 سنة، من منطقة شعبية. خرجت من المدرسة من إعدادي، لكن بعرف أقرأ وأكتب، وهوايتي المفضلة القراءة كمان. جميلة زي ما بيقولوا، والجمال هو الحاجة الوحيدة اللي أنا بمتلكها. احنا ناس غلابة قوي. أبويا الله يرحمه كان سواق على عربية نقل باليومية، يعني ما كانش موظف، وعشان كده لما مات ما كانش ليه معاش ناكل منه. أنا واخواتي الخمسة كلنا كنا عايشين في أوضة تحت السلم. أبويا توفى واحنا صغيرين، علشان كده أمي اضطرت تشتغل خدامة في بيوت الناس. وبالرغم من اللي أمي كانت بتشتغل بيه، ما كانش كف أكل ولبس ومدارس وحاجات كتير قوي. ليالي كتير كنا بننام أنا واخواتي من غير عشاء، وأحيانا كنا بناكل عيش حاف، ولما نشتري الشوربة والغموس كنا بنجيب مرقة الدجاج ونعمل فتة. بس سبحان الله، اللقمة كان بيبقى ليها طعم حلو قوي، كأننا واكلين زفر. أهم حاجة إننا في آخر اليوم بعد ما بنتعشى كانت أمي بتلمنا في حضنها زي الفرخة ما بتاخد الكتاكيت بتوعها تحت جناحها، وبننام. فضلنا على الحال ده لغاية ما كل واحدة فينا، أنا واخواتي، شدوا عودها وكبرنا شوية، وأنا بقى عندي 19 سنة. في الوقت ده أمي كانت صحتها اتدهورت من الشغل والشقة في البيوت. عشان كده أنا أول ما تقدملي الحاج فرج الجزار علشان يتجوزني وافقت على طول، وقلت أخفف عن أمي الحمل شوية، وكمان بيني وبينكم علشان أدوق اللحمة وأدوقها لإخواتي وأمي كمان. لكن للأسف لما اتجوزت الحاج فرج اكتشفت إنه بخيل قوي، ده غير إنه كان على ذمته 2 ستات غيري، وعلشان زوجاته كانوا أكبر مني في السن وشخصيتهم كانت صعبة ومعاملتهم أصعب. أنا كنت بخاف منهم واتقي شرهم. كنت بخدم كمان من الآخر كده. عشت 5 سنين بهدلة ومرمطة في بيت جوزي البخيل وزوجاته المفتريين. عارفين، أنا حتى لو كنت شفت ذل وتعب أكتر من كده في بيت جوزي كنت هصبر برضو علشان مرجعش وأبقى حمل على أمي تاني. وفضلت مستمرة في جوازي وصبرة لغاية ما الحاج فرج اتوفى. ساعتها أول حاجة عملوها زوجاته الاتنين إنهم لمولي الهدمتين اللي حيلتي وقالولي على أمك على طول. أصل أنا الوحيدة اللي فيهم ما خلفتش وما عنديش أولاد. بيني وبينكم أنا كنت بقصد أخد موانع للحمل علشان ما أجيبش عيل للدنيا وأعذبه معايا. كفاية أنا وإخواتي شفنا المر والجوع والحرمان. طبعا أنا خرجت من بيت المرحوم على بيت أمي ورجعت وسط إخواتي من تاني، لكن لما رجعت لقيت الحالة في بيتنا بقت أصعب من الأول، لأن أمي صحتها اتدهورت وإخواتي البنات كبروا، والبنات كل ما بيكبروا مصاريفهم بتكبر معاهم. المهم قررت إن أنا أشتغل، ونزلت فعلا أدور على شغل في كل حتة، وكنت مستعدة أشتغل أي حاجة، إن شاء الله حتى أمسح سلالم أو أنظف البيوت زي أمي. لكن حظي الأسود وداني عند مدام فيفي، ودي كانت سيدة مجتمع معروفة. بصراحة أنا ما كنتش أعرف يعني إيه سيدة مجتمع ولا بتشتغل إيه بالظبط، بس هما بيقولوا عليها كده. طبعا أنا كنت رايحة علشان أشتغل في بيتها وأنضفه مقابل أجر بسيط قوي. واشتغلت في بيتها فترة لغاية ما في مرة
واحد شاب وسيم من ضيوفها الأغنياء قوي، وكانت بتقول إنه من رجال الأعمال الكبار، شافني وطلب منها إن أنا أروح أنضف له البيت. طبعا أنا أول ما هي قالت لي كده ما كنتش موافقة، لأني عرفت منها إنه عازب هو وأخوه وعايشين لوحدهم، واستمريت في الشغل عند مدام فيفي، وكنت اللي باخده من شغلي عندها يدوب مكفي الأكل والشرب، لكن كنا بنقول الحمد لله وراضيين أنا وأخواتي، لغاية ما أمي جت في يوم أغمى عليها، ولما جرينا بيها على المستشفى كشفوا عليها وقالوا إن عندها انسداد في الشريان التاجي، ولازم هتحتاج عملية ضروري، وطبعا عملية غالية ومكلفة جدا. جريت على مدام فيفي علشان تساعدنا، وتكلم ناس من الدكاترة اللي تعرفوا يعملوا العملية لأمي. العملية يعملوها بأجر بسيط، لكن مدام فيفي ساعتها قلبت وشها وردت وهي متعصبة وقالت لي: وانت جاية عايزاني اعملك ايه بقى؟ شايفاني دكتورة ولا عندي مستشفى؟ قلت لها معلش، كنت فاكراكي ممكن تكوني عارفة اي دكتور في اي مستشفى يساعد امي. قالت لي معرفش حد. شكرتها وخرجت من عندها وفضلت ماشية وانا بعيط وبدعي ربنا ان هو يساعد امي ويشفيها. وبعد لما رجعت لامي المستشفى لقيت مدام فيفي بتتصل بيا في التليفون، ولما رديت عليها قالت لي انها لقت حل لامي، ولقيتها بتقولي خدي كلمي. قلت الو، لقيت صوت راجل قال لي اسمعي، اديني اي دكتور من اللي عندك. قلت له حاضر، وجريت بسرعة ادور على الدكتور لغاية ما وصلت له، واديت له التليفون علشان يكلم المتصل. وبعد مكالمة وموبايل صغير الدنيا اتقلبت، وامي اتعاملت احسن معاملة، وعملت العملية وخفت وخرجت من المستشفى ورجعت البيت كمان. كل ده طبعا وانا ما كنتش اعرف مين الساحر اللي عمل كل ده، لغاية ما في يوم لقيت مدام فيفي بتقولي ان سليم بيه عايزني اروح له البيت. ولما سألتها مين سليم بيه قالت لي ده اللي ساعد امك علشان تعمل العملية. طبعا ساعتها وافقت ان انا اروح له علشان كمان اشكره، واخدت منها العنوان. لكن قبل ما امشي من عندها لقيتها بتوصيني ان انا اكون لطيفة معاه. انا عملت نفسي كأني ما سمعتش، ورحت له اشوفه عايز ايه. ولما رحت بيته لاحظت حاجة غريبة، وهي ان حارس العمارة بتاعته هو اللي مسؤول عن ادارة البيت. والحارس ده بصراحة كان شكله مخيف، مش عارفة ليه خفت منه، يمكن علشان كان مكشر ومش بيتكلم كتير. المهم طلب مني الحارس بتاع العمارة ان انا استنى شوية لما البي يجي، وسابني وخرج. وفعلا فضلت مستنية، لكن اثناء ما انا كنت مستنية في الصالون سمعت صوت غريب، والصوت كان عبارة عن عواء، يعني كان في انسان بيصدر منه صوت عواء كده، وكان الصوت بيسكت شوية وبعدين يرجع يعوي تاني. بصراحة انا خفت من الصوت ده وكنت عايزة اقوم وامشي، لكن لقيت الحارس جاي عليا، لكن لما قرب مني ما دخلش عندي، ولقيته بيفتح أوضة جنب السلم بالمفتاح ودخل فيها. وبعدها سمعت صوت صراخه كان نفس الصوت اللي كان بيعوي من شوية. في اللحظة دي قررت ان انا لازم امشي، لكن اول ما قمت وجيت امشي وقفني صوت سليم بيه صاحب البيت. قال لي ايه انت ماشية ولا ايه؟ قلت له حضرتك سليم بيه اللي ساعدت امي في انها تعمل العملية؟ قال لي ايوه. انا قلت له بجد انا مهما شكرت حضرتك مش هوفيك حقك. قال لي ما تقوليش كده يا ندى، وبعدين انا لسه ما عملتش معاكي حاجة. في اللحظة دي قرب مني سليم وهو بيهمس في ودني وقال لي هو انت لو سمعتي كلامي وبقيتي مطيعة ليا ساعتها حياتك هتتغير وهطلعك السما. بصراحة انا قلبي اتقبض اول لما قرب ناحيتي وجسمه كله اقشعر كده، بس طبعا انا ما بينتلوش ان انا كنت حاسة بالاشمئزاز منه. قلت له بصراحة انا كنت جاية النهاردة مخصوص علشان اشكر حضرتك. قال لي خلي الشكر ده لبعدين يا ندى، بعد ما نشتغل مع بعض. كنت عايزة اسأله عن طبيعة الشغلانة اللي عايزني علشانها، لكن الصوت اللي سمعته اول ما دخلت البيت بدأ يصدر تاني من اتجاه الأوضة المقفولة، خلاني وقفت عن الكلام وقعدت اسمع الصوت ده. لكن سليم بيه كان عايز يرضي فضولي لما شافني مركزة مع الصوت وقال لي ده عمر، ده عمر بيه أخويا.
استغربت من كلامه ومستوعبتش اللي كان يقصده بجملة ده عمر أخويا. قلتله أفندم؟ قالي الصوت اللي انتي سامعاه ده خارج من الأوضة ده صوت عمر بيه أخويا. كنت ساكتة لأني مفهمتش من كلامه حاجة، ولقيته